السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف رسول الله. النهاردة أنا رايحة لتيتا وأنا عايزة أقول لها احكي لي حكاية عشان أنا وحشتيني قوي ونفسي أسمع حكاياتك عشان أنا بحبها. السلام عليكم يا تيتا. عليكم السلام ورحمة الله. عاملة إيه؟ الحمد لله. طب يا تيتا ما عندكيش حكاية النهاردة؟ لا هقول لك يا حبيبتي. على فكرة أنا عايزة أعرفك إن المقصود من الحكايات ديت إني عايزة أنبهك وأديكي بعض الخبرة من الحياة عشان تبقي عارفة الدنيا بتبقى ماشية ازاي من خلال خبرتي المتواضعة طبعا في الحياة، لاني انا مش عندي خبرة في كل حاجة. كل بني ادم ما بياخدش حاجة كلها، بياخد جزء من كل حاجة. وعايزة اقولك نصيحة كويسة قوي تخلي بالك منها، لان انا بفضل الله عليا كنت بعملها. كل بني ادم فيه الحتة الحلوة والحتة الوحشة. دايما خدي من كل بني ادم اتعلمي منه انك تاخدي منه الحتة الحلوة. يعني هقولك على حاجة، انا لما اشتغلت اول ما اشتغلت كان بيبقى بشوف العمال، وكان طبعا الدنيا زمان رخيصة خالص خالص خالص، فكان بيبقى نفسي ادي العاملة مثلا شيلن 10 صاغ ربع جنيه حاجات كده. يعني كنت بتكسف لغاية ما شفت واحدة زميلة بتعمل كده، بقيت ما اتكسفش، بقيت هما بياخدوا عادي فما مش هيحرجوني، مش هيقولوا لي لا معلش ما نقدرش ما كده. فانا كنت خايفه لحسن يحرجوني، فلما لقيت ان هما بياخدوا فبدات ادي زي زميلتي ما كانت بتدي. فكل واحد خدي منه الحاجه الحلوه. تعالي بقى للحكايه بتاعتنا النهارده. حكايتنا النهارده على ان البني ادم مش مفروض يكون مغرور ابدا. اي بني ادم بيتغر بشيء غالبا ما بيفقده. يعني كان لينا زميلة هي كانت بتشتغل وكانت حلوة جميلة، يعني كانت زي ما بيقولوا كده بالألوان. يعني ايه بالألوان؟ العينين الملونة، الشعر الذهبي، بيضة قوي، كلام كده يعني. فكانت مغرورة في نفسها شوية، وكانت دايما تقول لجوزها انت فاكرك ان انت ممكن تتجوز واحدة احسن مني ولا انت تلاقي احسن مني؟ لا طبعا انا اجمل واحد. فطبعا هو ما كانش بيبقى بيأثر فيه الكلام ده، يعني كان عادي خالص. وكان هو بيشتغل في محل بقالة وحاجات من دي، يعني زي سوبر ماركت كبير يعني. فكان حتى لو فتح محفظته في اي وقت قدام اي حد فكانت الناس تقول له صورة مين دي؟ كان يقول لهم دي صورة مراتي. فكان يقولوا له دي مراتك؟ دي مراتك؟ معقولة انت متجوز الجمال ده؟ وهكذا. فطبعا ربنا يرحمها هي توفت بمرض نادر جدا جدا. المرض ده كان عبارة عن انه بياكل خلايا الجسم بحيث ان السنان تقع، الوش نفسه بقى بدل ما كانت خدوده منتفخة وحمراء وجميلة اتطبقت، والعظم كله بقى يعني فيه نسبة من هشاشة العظام. فكان كل حاجة تبص تلاقيها أي خبطة تحس إنها لازم تتجبس وكده. فكانت تعبانة جدا والله يرحمها. لكن أنا أقصد أقول أنا طبعا ما أقصدش في حكايتها حاجة غير إنك تخلي بالك إن الدوام لله وحده، لا جمال بيدوم ولا أي حاجة في الدنيا بتدوم. فبالتالي لما أنا أتباهى بشيء ممكن يزول في أي لحظة، فنخلي بالنا إن إحنا ما نتباهاش بشيء عشان ما يزولش مننا. طبعا هي في الأيام الأخيرة كانت محجوزة في المستشفى، وكانت بترفض إن حد من زمايلنا يشوفها عشان ما يشوفهاش بالشكل ده. يعني طبعا كانت بتاخد من مامتها المراية وتشوف شكلها وكده، فكانت بتتضايق وكانت متضايقة نفسيا وجالها حالة نفسية صعبة طبعا الله يرحمها. ولكن لازم ناخد من كل شيء عبرة، لازم ناخد من كل شيء في حياتنا. ربنا بيقول لنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نبص في نفسنا، نبص في حياتنا، نبص نشوف الواحد اللي بيعمل حاجة حلوة نعمل زيه، والحاجة الوحشة أكيد بتبقى نهايتها مش كويسة، فما نحاولش إن احنا نعمل الحاجة الوحشة. طبعا هي الله يرحمها كانت بترفض. كان ليه أخ مراته ميتة، فكان عنده ولد كانت بترفض تربيه أو تقرب منه، تقول له لا أنا ما ربيش ولاد حد، أنا كده أنا كده، أنا جميلة، مش أنا كفاية عليا أولادي، جمالي كمان هيروح إن أنا أخدم حد تاني أو كده. فيبقى البني آدم لازم يخلي باله إن التعاون والتواضع والرضا بالحياة الموجودة اللي هو فيها هتخليه يوصل لبر الأمان، غير إن سيرته وسمعته تبقى كويسة جدا. طبعا أنا حكيت لك على أساس إن أنت لا أنت عارفة هي مين ولا راحت فين ولا جت منين، ولكن عشان تعرفيها إنها حكاية تاخدي منها عبرة وبس. ماشي يا حبيبتي؟ دايما خلي بالك
اوعي مثلا تكوني شاطرة في الفصل فتقولي انا احسن من كل زمايلي، لا، انتي مش احسن من حد، كلكوا زي بعض. انتي الحمد لله ربنا فضلك عليهم بان اداكي فهم او اداكي عقل اكتر منهم، او اداكي وقت، مثلا مامتك سمحالك بوقت انك تذاكري افضل، او ان مثلا باباكي عامل لك جو، مهيأ لك جو للمذاكرة احسن. لكن انتي مش افضل من حد، انتي زيك زي كل الناس، احنا كلنا ولاد 9. ماشي حبيبتي، مع السلامة بقى.